يا اهلا وسهلا. خالد زميل صفاء طالب ايدها. يا اهلا وسهلا، ده انت شرفتنا. الله يخليك. وانت بقى زميل صفاء في الكليه؟ ايوه في اخر سنه ان شاء الله. اتفضل الشاي. شكرا. لا مؤاخذة بقى، انت بتشتغل ولا ابوك بيصرف عليك؟ والدي راجل على المعاش والمعاش يا دوب بيكفينا، وساعات يعني اشتغل في الصيف اجيب قرشين يعني يسندوا برضه. وانت بقى عندك شقه؟ انت عارف الجواز شقه. حضرتك شويه الايجار الجديد في كل مكان. ايجار جديد؟ وانت شايف ان واحد في ظروفك كده ينفع يتجوز؟ حضرتك دي ظروف كل الشباب اللي في بلدنا. وصفاء عارفه ظروفك دي؟ ايوه عارفاها طبعا. يعني بتتقبل؟ ادي الهانم اللي انا سمحت لها تدخل الكليه، ادي اللي انا كنت عامل حساب. اهدى يا اخويا، الراجل في بيتنا عيب كده. راجل مين؟ انا مش شايف رجاله. هو ده لو راجل عنده نخوه يجي لي البيت ويقول لي اللي بيعمل اختي. انا مش فاهم انا غلطان في ايه؟ انت هتستعمل انا؟ اهدى يا يعني عايز تفهمني انك عمرك ما شفتها ولا خرجت معاها؟ وانا لو عمري ما شفتها اتجوزها ليه؟ ايوه شفتها. وبعدين انت عايز تفهمني ان واحنا في سنه 2010 ان في واحد راح يتجوز واحده عمره ما شافها؟ يا حلاوتك يا ابو 2010، انت جاي تعلمنا التربيه في بيتنا انا. يا استاذ اختك في كليه مشتركه وليها زمايل واصحاب بقالها اكتر من 4 سنين. زمان جوه الكليه، فهمني يا مفتح، مش بره الكليه. ومين قال لك ان انا شفتها بره الكليه؟ تحلف على المصحف؟ تحلف؟ مش هحلف ومش عاوز اتجوز. هو انا بتحقق معايا في قضيه ولا ايه؟ على فكره انت هتكون السبب في عقدتك. بقول لك يالا، وراحة ابويا لولا وقفة امي لكنت ضربك بالنار. استنى يا ابني، الراجل ده في بيتنا. انت بتقول ايه برضه راجل يا اما؟ استنى يا اخويا. استنى ايه حضرتك؟ واضح ان اخويا محتاجه جنبه في البيت. خليها اخيها جنبك، خليها. خد بقى يا عم الترشادي، خد اقول لك يالا. كده يا صلاح يا ابني، حرام عليك حرام عليك. كان في الواد بيقفل الباب ازاي؟ اهدى حرام عليك بقى. صفاء بنت يا صفاء، احلف لك على مصحف اني عمري ما قابلت. اخلصي. انت كمان هتحلفي كده؟ كلمة واحدة قدام امي، لو عرفت انا بتكلمي الواد ده هحرق لك على، ولو عرفت ان انت بتشوفيه هيكون اخرهم في عمري. بس بقى. انت فاهمة؟ بس فاهمة يا بنت؟ حاضر. ابعد بقى حرام عليك. ما تقعدي يا بنت في حته بقى. لم نفسك يا حفظي. شفت لما قال لك استاذ حفظي؟ وقال ايه؟ انا قعدت ادور في المكان كله لا يكون في واحد اسمه الاستاذ حفظي. بس الراجل ده لو نجح هنعيش برنسات. غصب عن التخين هيرجع. بقول لك ايه يالا، احنا عاوزين شويه عيال حمل كده نربطهم معانا في المصلحه دي. يحضروا. بقول لك يا حفظي، ما تفتح الكتاب بتاع الراجل ده اهو نعرف حاجه برضه. شكله جامد قوي. يا عم اقرا، انت بتتفرج على الصور. هو الكلام كتير يا عم. قول المختصر المفيد يا حمار. يعني عاوز ايه الراجل ده؟ بينتخب نفسه ليه؟ هيعمل ايه؟ هيخدم الناس ازاي؟ انت جايبه معاك تعليم. خد اقرا انت، خد. وريني اهو. بص شوف كاتب ايه. الاهداف العامه: 1. رفع المعاناه عن طبقات الشعب الكادحه. الكادحه دي اللي هم احنا، انا وانت يعني، فاهم؟ كدحت ايه يا عم؟ ده احنا اللي بناخد الفلوس من الكادحين. نبقى احنا جدعين. اهو كله كلام في كلام. بص احنا نقفش الفلوس وشكرا. شكرا يا معلم. ساتر يا واد انفش يا واد، شلني. مش كفايه رحت جبتهم لوحدي كده في القرف. بس اوعي. يلا الواد زمانه جاي عشان ياخدهم. وانت قاعد لي كده، قاعد لي فسوخه. يا ساتر يا رب. حرام عليك يا لهوي، ضيعتني مجهودي يخرب بيتك. نضحك عليا يا تامر. ايوه بابا. في حاجة يا حبيبي؟ انت هتنزل يا بابا وتسيبني انا تعبان؟ يا ابني هنزل بس واروح فين؟ ما انا قاعد اهو معاك بس. مالك يا بابا؟ ايه مالي؟ خلاص لو حضرتك عاوز تنزل انزل، بس انا خايف اتعب وانت مش موجود. يا اخي احلف لك بان انا ما انا نازل، انا قاعد جنبك اهو، هروح فين بس؟ انا بقيت كويس، بس المهم تخليك جنبي. عاوز حاجة تاني؟
جرح بس كان واجعني شويه النهارده. حاضر يا سيدي، اقوم دلوقتي اغير لك عليه واديك بس سنتي فولتارين يخليك كويس جدا وتنام زي الفل. الو. ايوه يا دكتور. اعصابه بدات تفلت. لا 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 لا، انا شلت كل البرشام من البيت، ده بقاله يومين ما بياخدش. يا رب يا دكتور. متشكر قوي يا دكتور، متشكر. طب انا هقفل دلوقتي، مع السلامه مع السلامه.